بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد مع شويه سيدة الدار. كيف نتوما المشاهدين ديالي العزاز؟ كيف نتوما؟ بخير على خير؟ نتمنىكم تكونوا بخير. قبل ما نبداو نصليو على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. لقيتو اليوم باذن الله غنشارك معكم واحد الباستيله د المشا، واحد الباستيله غزاله من يد واحد الصديقه، اعز صديقه عندي، حتى هي في استاذه في المجال الطبخ والحلويات والمملحه تبارك الله. استاذه سبق لها كتعطي الدروس كانت كتعطي الدروس في مدينه كازا في الجديده. حتى هي استاذه نقول في هذا المجال تبارك الله عليها، كتنسلني بدا الذهب. لهذا استدعيتها لعندي وجات عندي، لبات لي الدعوه ديالي. كنقول لها الله يجازيها، الله يعطيها ما في بغيتها، الله يسهل عليها ويسهل ما اصعب عليها. المهم جات عندي الحصه مع البنات وطبقت هاد الباستيله. شنو نقولوا الباستيله د المشاوي غزاله البنات، نتمنىكم تجربوها ونزلاتها وعملاتها بالتفاصيل وشحال الحاجه تستافدوا منها البنات. ولا بغيت الله الحاجات شحال د النقط اللي يستافدوا منها. لا بلاتي نجيبو باش يعطيني بين. لهذا خليكم معاها ومع المقادير ديالها. وكما قلت لكم حتى هي تبارك الله عليها، اللهم بارك عليها وربي يحفظها. ما عندي ما نقول لكم، وجات واحد الباستيله اللي البنات حمقاتهم. خليكم مع المقادير والطريقه تاعها. كما قلت لكم غير نتمنىكم تنزلوا شي كلمات طيبه، شي تعاليق مزيونين حقا. تستاهل واحد الشيء. اختي الصراحه الله اعز صديقه، اعز انسانه اللي سبحان الله تلاقيت معاها الملاقاه الله تعالى وتبارك. نخليكم مع الشيف اكرام تبارك الله، راه مع جميع التفاصيل. كما قلت لكم هذه الباستيله الا جربتوها راه غتعجبكم، بواحد المكونات غرابين. وخليكم مع الشيف اكرام. تقولوا لي بغينا نديروا السدر بوحدو، يعني تاخذوا غير الفيلي بوحدو ديال السدر وداكشي، ما كتجي ناشفه، كيجي السدر ناشف. اصلا هذه البسطيله هذه ما فيهاش شي كريمه، ما فيهاش شي صوص، ما فيهاش شي دغميره اللي غادي تطري. فهادوك الفخيدات كيعطيونا الطراوه ديال مع الفخد مع السدر، كيعطيونا ديك المعادله اللي بغينا في البسطيله. ما نديروش الصدر بوحدو نمشيو بنا نسهلوا على راسنا، ما غاتجيناش زوينه. عندنا كلشي فيها ناشف، ما فيهاش شي حاجه اللي غتيدم لينا. كنبغيو نديروا بسطيله الملكيه ما كنديروش فيها نهائيا الصدر، كتسمى بسطيله ملكيه. يعني خاصني عندي الفخاد بوحدو، كتجيني غاليه وكتبقى معايا غاليه. ولكن حيت هما فيهم والو فخيدات، فيهم غير واحد شويه د الهبره هكا صافي كيبقاو لي العظومه في يديا، ما عندي والو فيهم. ولكن كتجي بنينه وكتجي غاليه. على داكشي كنسميوها البسطيله الملكيه، كيكون فيها غير الفخاد، ماشي هي ديال الحمام. البسطيله الملكيه صغيره ديال سكينجبير. عندكم معلقه ديال الثومه محكوكه، معلقه ديال الثومه غبره، عندكم 2 معالق ديال الخل، عندكم معلقه ديال السوجه، معلقه ديال كاتشاب عامره مقبه، كتكون عامره مقبه ديال كاتشاب ديال كاتشاب. وعندنا هنايا العطريه ديال المشاوي، هذه عند العطار ما لقيتوش ديال المشاوي. كاينه اللي هي شويه بحالها، كاينه العطريه ديال المشاوي وكاينه العطريه ديال الكفته. لا ما لقيتيش ديال المشاوي تقدري ديري ديال الكفته، ولكن بالاحسن تكون هذه ديال المشاوي لانه كيكون فيه واحد النسمه ديال الشوا. كتكون هنا كاينه العطريه المشاويه زعما كتحتاج اي حاجه الشوا، اي حاجه باغا ديري فيها الشوا ديريها. بحال دابا العيد خاصها تكون عندك، كتجي زوينه، كتغنيك على داكشي الاخر كله. لا دير شويه سكينجبير وشويه الابزار ضروري صافي، شويه القزبر حبوب وهي صافي كتباع بالعبه. كتباع بالعبه صافي البنات. والملحه حاولوا ما امكن. انا وصيت الحاجه يكون شويه ديال الملحه، غير داكشي اللي غيبان لك، لان داكشي كله اللي عندي مالح، فهمتي؟ هذا هو اللعب اللي فيها. هي لا زدتي لها غير شويه ديال الملحه وشرملتي الدجاج مالح صافي غتجيك غتضيع لك كلشي داكشي اللي خدمتي، لانه فيها كلشي مالح. صافي البنات قلت لكم وعندنا معلقه ديال الزعتر مطحون صافي. هادشي اللي عندنا في هذيك الشرموله. عندنا 2 معالق د الخل قلتها لكم صافي. وشداتو الحاجه شرملاتو مزيان، حلاتو كامل، دارتو حلاتو باش تدخل ليه الشرموله، وخلاتو في ديك العطريه ثاني لغدا بات غدا. كديري البوبي كويسو بحال هكا، تشدي الدجاج ديالك كديري البوبي كويسو طوب الومنيوم. شوفوا الطريقه كيف طيبتو. غير المبتدئات ما تبارك الله راه العيالات كلهم عارفين. كديري ديك الدجاج ديالنا بحال هكا، كنجمعوا عليه بوبي كويسو، من بعد كنديروا بوب الومنيوم، كندخلوه في الفران ديالنا، كنخليوه حتى كيطيب. كنحدوه مع السدر ما ينشفش لينا. كنشوف صافي دخلوا الطياب مزيان طابت ليا، كنحيدو الصدر، كنخاف عليه لا يشوف.
ولا سبحان بانوا لي الفخاد باقي فيهم شي شويه ديال الدم، وباقي الصدر ديالي صافي طاب، ما نبقاش نحيد في راسي لان داك الشيء غنفرتكو، غنقرض انا داك الصدر ديالي غنجيبو حدايا غنخليه صافي، غنبقى حا ديال الفخاد ديالي تيطيبو، مابقاش نحمق لا صح كاع راه باقي ليا الفخاد ونخلي داك الصدر تما كينشف، لا دائما نكون كنطيب خصني نخدم عقلي صافي. الصدر ديالي ينشف ليا هو دغيا كيطيب، ما فيه ما دغيا كيطيب الفران صافي. كنحيد الصدر ديالي كنخلي دوك الفخيدات ديالي يطيبوا على خاطرهم، ديك الساعات كنحيد داكشي كله. وبالاحسن الا كان عندك شي جزار ولا داك اللي كياخذ من عنده الدجاج يعني كتخدمي معاه هو يحيد لك داك العظم كاع ديال الفخذ كله سلتو ليا، كتبقى غاديك الهبره دغيا كطيب كيجي قد قد. ما عليناش كتشدي كلشي هادشي كديريه كتجمعيه وكتدخليه في الفران، ملي كيطيب لينا حيت كيطيب كتخرجي كتطفوا الفران ديالكم، كتجيبوا هاد الفحمه هادي كتحطوا على العافيه حتى كتشعل كتولي حمراء، كتولي حمراء تولي شاعله حمراء. كنجيبوها ملي كنجيبوها كناخذوا بوب الومنيوم عاوتاني. دابا هذا راه كاين راه هو ديجا كاين. دابا انا عملت بزاف ديال الفحم، دابا هي ولات لكم وحده واخا تكون وحده كبيره ماشي مشكله، وحده المهم تكون كبيره صافي. غنجيبها انا زعما نهزها بشي حاجه حيت كتكون سخونه، كندير لها بحال هكا بحال شكل زليفه بحال هكا كينات. كنجيب ديك الفحمه ديالي بحال هكا كنخليها شاعله، وكنجيب كنحيد الدجاج ديالي كنخليه بحال هكا وكنحطها بحال هكا شاعله. وكناخذ واحد الخويط ديال زويته بحال هكا بسميتو بالمعلقه وكندوزو عليها بحال هكا ويبدا يطلق ليا الدخان. غنرجع ثاني نغمر كلشي داكشي ديالي بحال هكا نجمعو نعاود دي عاود طوب الومنيوم صافي. كنخلي حيد العفان ديالها ياك ماشي واش كنعملوها مع الدجاج عاد كنلويو كلشي ولا الدجاج كنلووه بوحدو؟ دابا الدجاج ها هو طاب، دابا انا ها هو طاب ليا الدجاج ديالي، ها هو طاب، ها هو طاب ليا الدجاج ديالي طليت عليه لقيتو طاب ليا، ها هو طاب ليا الدجاج ديالي ها هو وباقا مغطياه. انا غنجيب هذيك الفحمه ديالي سخونه غندير ليها هنا بلاصه، نحيد الدجاج بحال هكا ها غنجيب هذه الفحمه ديالي بحال هكا ها هو الدجاج ديالي، ونرجع ثاني دغيا بالسربه نسد عليه كله، ما نخليش داك الهواء يخرج، ما نخليش داك الدخان يخرج، نعاود نسدو مزيان عاوتاني ونهزو نحطو في الفران ديالي. الفران مطفي ماشي شاعل، ونخليه حتى يبرد ونطلع على ديك الجمره نلقاها بردات وتبقى الريحه نتوما غتشموا ريحته، يكون فيه كيطلق فيه ديك الريحه ديال الفيمي كيكون مدخن بحال المدخن صافي. ولكن عاوتاني واحد الحاجه اخرى، وانا خليت داك الدجاج ديالي، وهذه القاعده خليوها عندكم، يعني ماشي ضروري يكون هاد البسطيله ولا شي اي بسطيله ديال الدجاج. كنا غنخدموا بسطيله ديال الدجاج، انا دابا عندي مثلا ديال في العشيه وخدمت انا خدمت الدجاج ديالي في الصباح على اساس انني حتى الليل نوض نعمرو، ما غنخليش انا الدجاج ديالي تيبرد عاد نوض نفرتو، هذه غلط كبير لانه ملي كتفرتو الدجاج وهو بارد ضيعوا فيه بزاف. انا عندي شويه ديال الزيت وشويه ديال التحميره، اللي عندها التحميره في ميت ديرها، اللي عندها التحميره في ميت تزيدها في هاد الزويته. راه كاينه التحميره في ريم كتباع، كاينه في ميت كتباع، هذه غير التحميره العاديه. وغنديروا شويه الزيت، غير شويه الزيت في هذيك شويه الزيت وشويه هانتوما البنات معلقه عامره ديال الزبده قبه عامره. الزبده حيوانيه ماشي زبده العبار، هذه سنترال سنترال اي زبده ديال الماكله ماشي ديال الزبده. شنو ندير؟ معلقه عامره. هذا القياس هذا شنو عملتي يا من كل شيء معلقه فكنسم ديك الريحه ديال الزبده ديالي كتعطي ديك الريحه ديال الزبده، عاد نبدا نحط الشعريه ديالي. هما اللي خدمنا بهم في لا هما هادو. هو كيكون في اسيما كيجي زوين، هو عنده واحد اللوغو خاص بيه عندنا عندك داكشي هو اللي كيعطي داك النسمه ديال شحال انواع من اللبن؟ 3. هو عندك جامبو فيمي، وعندك لبن فيمي، وعندك فرماج فيمي، هما هادو، والفرماج احمر، فرماج احمر محكوك حتى هو مكتوب عندكم في الورقه، هو عندكم في الورقه عندكم 200 غرام.
الفرماج ديالنا كنديرو منه شويه نشعل فيه الشعريه الثانيه ويدخل لينا، نعطيها شويه المذاق حيت هي ما كيكونش فيها شي مذاق، راه كتكون بسله. كترشي هذه ديال الرز. انا نصيحه مني اللي بغى يخدم بالعاديه كديروها ولكن ما كديروش في الماء سخون، حيت ملي كديرها في الماء سخون كتهبط، كتولي بحال الماء، كتهبط كتولي والو. هي كدير في الماء بارد على خاطرها وكتشرب لي قامه وكلشي وكتجي زينه. ماشي دراوز هذيك الروزه. نقول لك وهنايا ضروري ما ديروا ديك هذه المرحله، ماشي حتى الشعريه عاد بداو تقطعوا عليها لا دان فيمي، باش ديك لا دان فيمي وداك الشيء كيطلق فيه حتى هو، كيطلق فيها ديك النسمه، كيطلق فيها ديك النسمه ديال السميته. هما اللي كنخدموا. كتقولي لا واش بغيتي ديال 40 ولا ديال 45؟ ديال 45 كياكلوا فيها حتى تبارك الله حتى 12 الناس. ولكن الصواني ديال البسيطله دائما كيكونوا ما عندهمش الحاشيه، كتكون بحال هذه ولكن كتكون هذه الحاشيه ديالها كتكون عندها هذه الحاشيه هابطه. ما كنديروش البسطيله في اللاطه ديال بحال دابا الحاجه ما عندهاش اليوم، هذه كتخسر لينا البسطيله، كتخسر لينا البسطيله. هاد اللاطه ديال اللي عندنا في الفران ديال الدار كيخسروا لينا البسطيله، ما كتجيكش تلميطه زوينه، وملي كتبغي تخدمها كتحركها ما كتجيكش، وملي كتبغي تهبطها في التفصيل ماشي عمليه، لانه ملي كيكون عندك مثلا كتبدا يتبنى داك لاصوص ديال الزيتون اللي كيتباع بوحديته ساعه كيكون مع الزيتون الاحمر، انا ما كيعجبنيش. حسب الحاجه نبداو كنقول ملي جاني المشكل، كتكون المشكل من مرقه من فوق كنجمعها وكنعاود نسرحها كنلقاها ما كتقطع ما والو، صافي كنخدم مرتاحه مع راسي. انا كندير واحد شويه ديال التحميره هنايا، وكندير واحد شويه ديال الهريسه ماشي هذه الاخرى باش نقول لكم بصافي، حيت هذه ما كنخدمش بها لا تحزت وصافي. وهنا كندير واحد شويه التحميره، كانت التحميره فيمي احسن حاجه. علاش؟ باش كتعطيني داك اللون في التحمار ديال البسطيله، كتجيني البسطيله محمره. حاجه ما فهمتش شنو خاص تفرش الورقه دابا عادي، عادي. هادو ما كاينينش، هادو نفرش لك وكتهزهم بها وها. لا شو هي ما يمكنش انت شنو غدير، صافي تيحسبي بحال الصينيه ما غتسرحها ما ولا غتخليهم بحال هكا. بسم الله. انا ما كندير لا بيض لا والو، كترشي في القاع ديال البسطيله. شفتوا البنات علاش كنقول لكم انايا هادو ما خدامينش؟ ها انت هنا الاخرى كتخدمي مرتاحه، كتكون البسطيله واخا غتكون الورقه لداخل كنيدمها باش ضروري عاود باش كتجي تطلع ميدمه لداخل. هي تبارك الله هذه راه هاد الورقه هذه ما كتحتاجيش تفرشي بزاف حيت هي غليظه، اما الرقيقه راه كيكونوا تبارك الله 5 د الورقات لتحت. ملي كتكون البسطيله ديال 45 اولا ديال 40 بحال الزبده شنو كدير لك؟ كتبنن، ولكن ما كتخليش ديك البسطيله مقرمشه. واحد شويه لا خليتيها غير بردت شويه كترجعي كتلقاي الورقه ديالك صافي بردت، كتلقايها صافي لوات. صافي دابا غناخذ واحد شويه الشعريه السنيه ديالنا. شحال انت دابا الورقات؟ 4 وحده 5 وحده في القاع و4 في الجناب. هذه الطريقه القاعده الباستيله كامله هيدا. ضروري كنفرقوا في الجنيبات. ضروري الجنيبات هما كلشي. دائما لما كانش عندي فيها بزاف ديال الدجاج وما عنديش فيها بزاف ديال اللحم كنهزو كنحط في الجناب، لان هي كلشي على ديك التقطيعه الاولى باش هي غتشوهي. ولكن انت ماشي مشكله صافي ديتي الشوكه ديالك كلشي. التكنيكه في الاول تكون فيها مطوله، وحتى هي تقدر تقطع لك بحال هيدا الكاميرا وكتقول لك واش راه عمرت كيبان ديك القناص عامره. نجي نديرها بحال هكا. انا جيت هنا ودرت هكا، وجيت هنا وهزيت الورقه ودرت ليها بحال هكا، وجيت هنا ودرت ليها بحال هكا كنلمطو وجيت بحال هكا درت ليها. هذه هي وصلت تزيد ورقه اخرى هي هذه، ولكن هي ماشي هكا كتلمط، ماشي بحال هكا كتلمط البسطيله. تلمطت البسطيله هي اللي كتعطيني داك العلو في البسطيله. البسطيله ما خصهاش تجي عاليه، خصها تجي هكا
كتجيها كاينه تمداده. كنبدا نهز الورقه ديالي بحال هكا شويه عليا. ودابا غندير لكم عاوتاني هذيك اللعيبه لان كنديرها انا كامل بالبساطي ديالي، يعني اصلا انا البسطيله ماشي هي الوجه ديالها، ما عمرو انا حطيت البسطيله ديالي هي الوجه ديالها هي هذه، لان ملي كطيب ليا ما يمكنش لي انا نصيفطها للناس وانا ما عارفاش لتحت كيفاش داير، خاصو يكون مقرمل عندي لتحت يكون مقرمل. كنت في الفران ديال الزنقه، كنت كنخدم البساط بزاف، كنت في الفران ديال الزنقه كنبقى واقفه على داك مول الفران كيطيب الفران. اون فوا كيجبد ليا البسطيله ديالي كناخذ الزيف حيت ما نبقاش نقلب تما راه بزاف، ما كاين 20 بسطيله بصح هذه بصح هذه كندير ليها بحال هكا. اون فوا البسطيله ديالك كتبدا تتحرك، عرفتي كندير لكم انا هاد الصواني كدير هكا البسطيله ديالك كتحرك كتبدا تخرخش، كتسمعيها كتخرج، كتسمعي تشوفي تفرفل طيب، ولكن داخل كتبقى معجنه كتهزي بحال كتهزي مسمن من تحت، ما كتجيش الورقه مقرمله. البسطيله كتبغي العافيه مهيله، نديرها الفوق ونخليها كطيب على المهل ونديرها بكري ونخليها على خاطرها كطيب. هي في الفران ساعه ما كان الفران الزنقه ساعه، شحال من الناس كيدخلوا يقول لك طابت، ما يمكنش شي ساعه كنشوفوا غير الفوق وعمرنا كنحمروها ما كنشعلوش ليها الفوق، هي الراس هذاك الدور ديال الفران كتبقى تدور عليها حتى كتولي سبحان الله محمره واحد اللوين زوين وداكشي مقرمله كتبان لك، والتحت هي طايبه غير لتحت كاع ما طايب الفوق كاع ما مشعول، ما مشعولش عليها العافيه، غير ديك العافيه ديال الفران كدور فهمتي. والفران اللي كيكونوا خدامين بهم حنايا اللي كتكون مثلا غتعدى الفران عند مول الفران، اللي غتعدى الفران كتجيب الفران كتقول لي خدم لي هذا الفران، كيكون فيه العافيه كيقسمها لك، كيكون عندك العافيه من هنا وعندك العافيه من هنا، عندك جوج سوارت هنا وعندك جوج سوارت هنا. انا اش كندير كنخدم هاد الجهه كنشعلها كنخدمها وكنجيب البساطل ديالي وكنحطهم في الجهه خلاص وكنساهم كيمشي يتسخر كنرجع كنطلل عليها كنلقاها كطيب على خاطرها على مهلها وكتبقى مقرمشه، واخا نديها معايا عند الناس ونمشي 3 السوايع. هذا هو الكاغط اللي كتجنن ما عرفتش كيف هذا الكاغط العجيب ديال الحاجه، غنخليها لك باش تجبد ياك باش كنبداو جيبي لي شي حاجه باش نتخبى، نجيب واحد الباليو صافي وكنبدا بحال هكا نقصوا الفران ونخليوها تحمر على خاطرها باش كتاخذ لكم داك اللون اللي كتشوفوا، راه ما كاين حتى شي حاجه اصلا. ها شوفوا البنات كنشبروا واحد باليو واحد كوردون هيدا وكنهاتكو بها بحال هكا. ضروري كنتقبوا البنات بشي حاجه باش كتنفس لينا البسطيله وما كطلعش لينا القشره، ما كطلعش لينا البسطيله لداخل. كنوصل راه ماشي غير كنتقب الفوق، كنوصل حتى لتحت لان الفوار كيطلع ليا من تحت خاصو يبقى من العيله المبردين هادوك راس والبسطيله ملي كطيب على المهل راه كتطلق الزيت، ماشي تشوفوها كتطلق الزيت كتقولوا ايوا خسرت لي البسطيله شحال ديال دامات، راه عاود كنرجع نجمع نخويوها وكنرجعوا ثاني نرجعوها للفران وكتجبرها جمعات اصلا بحال الكنافه كتطلق الزيت ملي كنكونوا كنخدموها ماشي كنعمل كتطلق لك الزيت، كتكون انت ناعمه الزيت بزاف ولا ليدام بالحق من بعد ملي كنخرجوها كتجبرها جمعات داك الزيت كتجي برد.
وهذا هو اخر فيديو البنات لاخر الفصيله. كما قلت لكم هذه الفصيله نيت الشيف اكرام تبارك الله عليها، جزاها الله خيرا، الله يجازيها، جات وطبقتها لي في الحصه ديالي البنات بكل فرح بكل امتنان الصراحه الله، ومع جميع التفاصيل اللي عطات البنات، التفاصيل تكلمت لهم على كل شيء، عطاتهم بزاف د النقط